من قفزة 15 آب لغاية 15 شباط. التسلح والعنف في البككة. الجزء الأول. 15 آب. دراسة موضوعية. تحليل الحرب بدءا من هركة وانتهاء بهبكة. مرت 37 عاما على المقاومة المسلحة للبككة، والتي بدأت في 15 آب عام 1984. وإثر هذه العملية أعلنت البككة عن أول تنظيم مسلح لها باسم هركة قوات تحرير كردستان، وذلك عقب ما كان من المقرر تنفيذها من عمليات 3 في كل من أروى وشمدين وجاتك. وكانت للعمليات التي نفذها معصوم قرقماس في أروى صداها دون أن تترك العمليتين الآخرتين أي تأثير يذكر. ووفق ما يبدو للعلن أن المقاومة المسلحة انطلقت عقب عملية أروى، غير أن الحقيقة هي أن البككة قد بدأت بعملياتها المسلحة عام 79. خلال هذا النصف قرن طرأت تغييرات شتى على كل من المسار الإيديولوجي للبككة وأهدافها وأعدائها ومسيرتها، وكذلك ساحة معاركها وحروبها وغيرها، غير أن هذه التغييرات لم تطرأ نتيجة واقع وبيئة مفروضة. فالبككة لم تتغير، وإنما تغير وجهتها ومحورها، وهذا التغيير المحوري انتشر وعرف به من قفزة معصوم قرقماس في 15 آب نحو مسيرة عبد الله أوجلان في 15 من شباط. وهل الكرد غصن من شجرة تركيا؟ كانت انطلاقة تشكيل هركة قوات تحرير كردستان، والتي تم الإعلان عنها في 15 آب، ورفض الاستعمار وبناء واستغلال الكرد ووطنهم كردستان. فقد تضمن بيان إعلان هذه القوة مثل هذه العبارات: وأوضحنا لشعبنا أهداف المستعمرين والفاشيين، فالمستعمرون يودون القضاء على القومية الكردية وفرض قيود العبودية على شعبنا، وتحويل كردستان وخاصة القومية الكردية إلى جزء لا يتجزأ عن القومية والدولة التركية، فهم يتقربون بشكل وحشي ليخدمهم مواطنين وأن يعيشوا كالعبيد تحت نير سلطة أسيادهم. فكل ما رفضته هركة في بيانها أصبح اليوم أساسا لبارادغما أوجلان. فديمقراطية تركيا والاتحاد في ظل الهوية تركيا العليا والاندماج والصهر في القومية التركية إنما هي أسس مشروع الحل الأوجلاني. ومقر أوجلان الذي يفسر فيه أهدافه هذه وبكل أريحية هو إمرالي. يقول أوجلان للمحقق معه آتيلا أوغور: القومية التركية هي جذع الشجرة ونحن الكرد أغصانها. بعدها كتب أوجلان 100 صفحات لإقناع الكرد بنظريته حول كونهم غصنا من شجرة القومية التركية. فهنا ينبغي علينا أن نفتح قوسا ونوضح: غصن الشجرة معرض دوما للتقليم والقطع من الشجرة. ولو كان الكرد غصنا من شجرة تركيا فليعلموا جيدا بأن عملية التقليم والتقطيع ستلاحقهم لئلا تطول هذه الأغصان وتضعف الشجرة الأم. البككة بمثابة حركة مناوئة للثورة. تغيير أهداف البككة يؤثر بشكل سلبي حتى في المسميات. ففي عام 86 تحول التنظيم العسكري المسمى بهركة إلى أراجكا، أي جيش تحرير الشعب الكردي، أي أن الهدف تغير من تحرير كردستان إلى تحرير الكرد، غير أنه وبعد عام 2000 لم تترك البككة أي ذكر لكلمة كردستان في أي شعاراتها وتنظيماتها وأجنحتها المسلحة بأي شكل من الأشكال، بل حشدت كافة قواتها العسكرية المسلحة تحت مسمى قوة الدفاع الشعبي هبكة. بعدها شكلت وحدات حماية شعب يبكة لكردستان سوريا، ووحدات حماية المدنيين يبسة لكردستان تركيا، ولشنغال وحدات حماية الشعب يبشة. وهذه التغييرات لم تكن وليدة الصدفة أو لأسباب ملائمة، سوى ما تهدف إليه البككة من وأدها لاسم كردستان والقومية الكردية وإدراجهما طي النسيان. ينبغي أن يحاسب الكرد تنظيمات البككة على حروبها وعنفها خلال نصف القرن الماضي، غير أنه لا يتم تفسير هذه الأحداث التاريخية جيدا. وما وجدت من تفسيرات وتحليلات فهي من نتاج البككة ودولة تركيا المحتلة. فمما لا شك فيه أن الحقيقة ستضيع في عالم التحقيقات، والذي يدافع فيه طرف عن نفسه بينما يقيمه طرف الآخر شيطانا.
ضياع الحقائق في تحليلات الباكيكا وتفسيرات الدولة التركية. تصف الدولة التركية كافة أنشطة الباكيكا بأنها خطوات معادية لتركيا، وأنها موجهة ومدعومة من قوى خارجية تريد القضاء على تركيا. ومن المؤكد أن أخطر محتل كردستان لن ينشر حقيقة الأحداث حوله والحرب، فكل ما بني إنما بني على الروايات والدعايات، كما تمارس ماسرة ولاعب كهذه من جانب الباكيكا أيضا، فقد بنت هي الأخرى تاريخها على الدعايات والحكايات والأساطير. فوفق تصريحات الباكيكا الرسمية بأن كل ما تحقق كان بفضل أوجلان، وأنه لم يخطو أي خطوة خاطئة قطعا، فكل شخص متخلف رجعي مخطئ سيء عدا أوجلان فهو قائد معصوم لا نقص فيه، بل هو مبارك مقدس. فهذه الثقة العمياء هي التي أبقت هذه التنظيمات واقفة على أقدامها. يبدو أن تقييم أحداث 45 عام الماضية في كردستان تركيا وفق هذه التلاعبات والدعايات لا تساعدنا في شيء. الباكيكا تنكر تاريخ الكرد انطلاقا من فكرة فمقولة أن الباكيكا تحارب وتريق الدماء، لا يسمح بتوجيه أي انتقاد لها مهما بلغ من الصغر، ومن فعل فمصيره النفي، وبالأخص الجيل الكردي الجديد، فهو يتقرب منها بحذر شديد وبطء بالغ لئلا يتهم بالمسؤولية أو التشكيك، فيتقبل كل شيء وكأنها حقيقة. غير أن ما مارسته الباكيكا من تزييف للأحداث وتحريفها لتاريخ كردستان أكثر مما فعلته الدولة التركية، فهي تبدي وكأن تاريخ كردستان بدأ منها كمحطة أولى. فوفق أقوال الباكيكا أنه لم تكن هناك قضية باسم الكردية في كردستان تركيا، بل وعموم كردستان، كما لم يكن هناك شعب باسم الكرد، وأن الكردية كانت في طريقها للانهيار والدمار، وأن الباكيكا بعثت الكرد الأموات من تحت الرماد. وأن النقطة الختامية لهذا الحديث هو أنه لولا الباكيكا لضاع الكرد وانهار، فما تفعله الباكيكا هو الصواب بعينه، وأن الكل مدين لها وينبغي على الكل طاعتها. وعندما تمارس الباكيكا هذه اللعبة فهي تسرد التاريخ وكأنه أسطوري، وتنقل الأحداث التاريخية بحذر شديد لئلا تنكشف الحقائق التي طمرتها في خباياها. غير أن ما تقوله الباكيكا هو مجرد خرافة وخيال، فالحقيقة أنه هناك الآلاف من حالات الإعدام والقتل وتهجير القرى وترك الأطفال يتامى، هناك مؤسسات استخباراتية، اتفاقيات ومعاهدات، هناك متاجرة بدماء وشباب الكرد، والأهم أن هناك حربا عبثية لا يعرف أحد كنهها وماهيتها وضد من ومن تخدم وما كنه أهدافها. والحق أن هناك حربا دامية تدار ضد الكرد بشتى الأساليب والصور. من يحارب ومن يدير هذه الحرب؟ منذ بداية حرب الباكيكا فقد أكثر من 40,000 شخص حياتهم في كردستان تركيا فقط، وتم تهجير آلاف القرى وإخلائها من الحياة. أصيب الآلاف ونزح الملايين من الكرد وهجروا من ديارهم. عين شعب الكرد جرائم مجهولة الفاعل والإعدامات والتغييب والاختطاف والاعتقال والتعذيب وحرق القرى بأعينهم. تحصن آلاف الشباب بالجبال لمحاربة المحتل. امتلأ التاريخ بعشرات الأمثلة والتي تؤكد أن هدف الشعب وتجار الحروب لم يكن واحدا إطلاقا، فالباكيكا لم تصنع مقاومة شعب الكرد والنضال، بل الكرد ومنذ الأزل كان أمة محاربة مقاومة محتصنة بجبال كردستان الشامخة. فانتقاد الباكيكا ليس انتقادا للأمة الكردية أو فدائي الوطن، بل على العكس فهو كشف لتاريخ الباكيكا لل50 عام الماضية، وكيف أصبحت حركة مناوئة للثورات والحركات الكردية المناضلة من أجل استقلال كردستان، وكيف جعلت من نفسها الصاحبة الشرعية لدماء الكرد. لهذا سنسرد لكم قصة تاريخ الباكيكا في الحرب والعنف للنصف قرن الأخير.